عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك يا عزيزي المشاهد. الأهلي خلاص يعني أقاويل كتير بتقول إنه خلاص، في لعيبة كتير مشت، يعني الأهلي خلاص عرضة للبيع. لو جات له عروض كويسة حتى لو ما جاتلهمش، يعني هو حتى الأهلي خلاص، يعني المدير الفني اللي بيقولوا مش عايزهم، أولهم قفشة. طبعا قفشه يعني ايه، جابوا القاضيه وعاش على حسها طول عمره في الاهلي. لكن قفشه ما عندوش تطور، ما طورش نفسه لا بدنيا ولا اي حاجه خالص، وبدني حرفيا هو شفته في كاس العالم. خش على بالتاني هو حسين الشحات. حسين الشحات طبعا طلع في، هو في كاس العالم على قناه ام بي سي 2، قال لك ان هو خلاص، هو الراجل مش هيتحط تحت ضغط، الراجل خلاص يعني تعب، عايز يرتاح، خلاص عايز يلعب كورة، ان هو مفيش ضغط جماهيري عليه، فخلاص يعني ربنا يوفقه. في واحد قول كتير بتقول ان هو خلاص رايح على الامارات او السعودية اعتقد. اتمنى له التوفيق ان شاء الله. يعني حسين الشحات من اللعيبة كويسة جدا اللي ادت في النادي الاهلي، اللي لعب كورة كويسة، فان شاء الله يعني ربنا يوفقه يعني. اللاعب التالت هو عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد طبعا اصاباته كتير، زائد انه بدنيا مش احسن حاجه، هو لاعب يعني كويس، حلو، سريع، كان مهاري، رجليه حلوه جدا، شويط على الجون، لكن خلاص يعني هو ايه، اخره ده، يعني ده اخره، مش هيديك اكتر من كده، وهو حرفيا يعني خلاص لاعب يعني، وخلاص سنه كبير اصلا يعني. قفشه بالشحات بعمر، خلاص الناس دي عدت الثلاثينات يعني تقريبا. فخلاص نخش على الورق. ده خالد عبد الفتاح طبعا مش محتاج اقول لكم خالد عبد الفتاح انا يعني ايه، انا ما قلتلوش مهارات مع الاهلي عشان اجيبها لكم، فجبت لكم فيديو التقديم بتاعه. يا جماعه خالد عبد الفتاح يعني انا مش، ما ربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله في سموحه ولا انبي ولا فاركو، اي حته بعيد عن الاهلي. طيب كريم نيدفيد. كريم نيدفيد يعني انا اصلا مش عارف هو ايه اللي رجع كريم نيدفيد. مين اللي قال ان كريم نيدفيد ده يرجع؟ طب يرجع بمناسبة ايه؟ كريم نيدفيد ده فعلا من اللعيبة، فعلا يا جماعة خلاص الراجل ده مش لعيب. انا لسه ما اعرفش شكل رسمه، لكن بنسبة 99% اللعيبة دي مش موجودة في الاهلي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.